خلاص بقى عملنا كحك العيد الجميل، وعملنا كمان الغريبة الناعمة الدايبة بكل تركاتها وتفاصيلها. بس كده فاكرين إن إحنا خلصنا؟ تعالوا بقى النهاردة هاقول لكم على وصفة جميلة أوي اسمها أصابع السعادة التركية، نزّلتها معاكم قبل كده على القناة من سنة تقريبًا، وبجد يا جماعة كل اللي بيجربها بيشكّر فيها قد إيه. أنا عندي في شغلي باطلّعها، بقى لي سنة باطلّعها في شغلي، ما فيش حد داقها ما طلبش منها تاني. حاجة كده ناعمة وحلوة كده أوي ودايبة دايبة دوب. تعالوا بقى نشوف عملنا أصابع السعادة التركية دي إزاي. مكوناتها بسيطة أوي ومش هتحتاج منِّك كمان مضرب كهربائي، يعني وصفتنا النهارده من غير مضرب كهربائي. عندي هنا كوباية من الزبدة، وهاكتب لكم برضه المقادير في صندوق الوصف أسفل الفيديو، وعليها نُص كوباية من الزيت. الكوباية اللي تشتغلي بيها مقدار الزبدة تشتغلي بيها كل المقادير، تمام؟ فأنا هنا كنت شغّالة بالأكواب المعيارية اللي أنتم شايفينها دي. بُصّوا أنا بقى هنا بالإسباتيولا وباحاول كده إن أنا أطرّيها، هي مع الزيت plus كمان هي المفروض تكون طرية بدرجة حرارة الغرفة. فبُصّوا بقى بالملعقة العادية، بلاش إسباتيولا، أهو اشتغلت قدّامكم بالملعقة العادية. نيجي بقى تالت مكون معانا وهو السكر البودر. أنا هنا ضِفت قد إيه سكر بودر؟ ضِفت كوباية، يعني السكر البودر هنا قد الزبدة يا جماعة، يبقى كوباية زبدة، نُص كوباية زيت، ندمجهم كده كويس مع بعض، وبعدين ننزل بسكر البودر، وزي ما إحنا شايفين كلّه بالملعقة، والملعقة المعدن العادية اللي موجودة عند الكل في البيت. بُصّوا بقى بكل سهولة هتعمليها ما فيهاش أي صعوبة، تمام؟ نيجي بقى دلوقتي للمكون الأخير وهو معايا الدقيق. الدقيق هنا هتاخد معايا كوباية الزبدة دي على نُص كوباية زيت، لإن ده السائل اللي إحنا حاطينه. هياخد معاكِ قد إيه هنا يا كراميلا؟ هياخد معايا من 3 أكواب ل4 أكواب دقيق. فطبعًا كلنا عارفين إن كل دقيق بيختلف حسب امتصاصه للسوائل عن دقيق تاني، فنركز أوي. أنا هنا ضِفت أول كوباية من الدقيق وضِفت على طول عليها ملعقة صغيرة من البيكنج باودر، وما تكتروش يا جماعة بيكنج باودر، تمام؟ علشان إيه؟ ما تنفش كده معاكم وتبقى ديناصورات في الفرن، تمام؟ خلّينا ماشيين على المقادير واحدة بواحدة، ونقلّب كويس أوي لغاية ما الكوباية الأولى بتاعة الدقيق تختفي في العجينة، هانزل بالكوباية التانية وهكذا، تمام؟ نيجي بقى بعد الكوباية التالتة نبتدي ننزل بحبة حبة، وده اللي إحنا هنشوفه دلوقتي إحنا وشغالين. بُصّوا أهو دي الكوباية التانية برضه هاقلّبها بالملعقة يا جماعة المعدن العادية، هنقلّبها برضه وتختفي ونحط التالتة وهكذا، تمام. بس بعد التالتة ابتدي إنِّك أنتِ تحطي حبّة بحبّة، لإن ممكن ما تحتاجيش عن التالتة، ممكن تحتاجي ربع أو نُص على حسب، ممكن تحتاجي ال4، تمام. بُصّوا أنا هنا جيت من الكوباية التالتة ابتدأت إن أنا أمصّص، علشان أضمن إن العجينة ما تنشفش معايا، لإن يا جماعة لازم العجينة بتاعتها تبقى طرية وفي نفس الوقت ما بتلزقش في الإيد، في إيدِك النضيفة طبعًا اللي هي مش بتعجني بيها. لازم تبقى طرية، لإن لو بقيت ناشفة هتشقّق معاكِ أنتِ وبتصبّعيها ومش هتبقى لطيفة، وهتقولي يا ريتني ما كنت سمعت كلام كراميلا وعملت حاجة. بس امشي بس على خطوات حلو خالص. عايزة أقول لِك أنا بالاحظ دلوقتي إن ناس كتير أوي ابتدأت تعتمدها، وكل بجد اللي جرّب طريقتي بالنسبة للناس اللي بتبيع وكده وجرّبها وطلّعها بيشكّر فيها جدًا، والناس بتشكّر فيها. فبجد يعني بقت دلوقتي خلاص يا جماعة trend وكلّه بياخد الطريقة ويشتغل بيها. أنا هنا بقى ضِفت باقي الكمية بتاعة الكوباية التالتة، وبرضه بُصّوا يا جماعة أنا مش باعجن، يعني أنا باحاول بس أشرّبها، فبتضغطي كده بصوابعِك علشان بس تشرّبيها. دي بقى الكوباية الرابعة. بُصّوا أنا خدت أقل من نُصّها، يعني أنا كده بدأت من التالتة حطيتها على مرّتين، تمام. لإن أنا دلوقتي هاقسمها وهابتدي إن أنا ألوّنها، ففي ألوان هتحتاج منّي تاني عليها دقيق، وفي ألوان مش هتحتاج دقيق تاني. فأنا مُجمل اللي هي أخدته في الآخر كان ال4 أكواب، بس برضه على حسب إيه، على حسب الدقيق بتاعِك، كل دقيق بيختلف نسبة تشرُّبه للسوائل عن دقيق تاني. خلاص بقى أنا في المرحلة دي هابتدي إن أنا أقسّمها. أنا كده أخدت يعتبر يعني 3 أكواب وشوية، يعني ما كمّلتش حتى النُص، وده بقى القوام اللي أنا عايزاه. بُصّوا يا جماعة حلوة ما بتشقّقش، الدنيا مضبوطة معاكِ وزي الفل.
دلوقتي هنضيف تاني دقيق على الألوان وهقول لكم ليه. دلوقتي أنا هنا حبيت إن أنا أعمل معاكم 3 ألوان، لكن أنا في شغلي تقريبا طلعت كل الألوان بجد كده كل مرة بحب إن أنا أعمل لون تاني جديد كده فيها. وأول قطعة أنا هنا قسمت العجينة ل3 وفي نفس البولة، فهبتدي بأول لون وهو حطيت قطرتين كده من اللون الأصفر اللي هي الألوان الجل العادية يا جماعة اللي هي مصرح بيها من وزارة الصحة، وحطيت ملعقة كده من جوزة الهند علشان تديني نكهة جوزة الهند. تمام. زي ما احنا شايفين كده حسيت ان لسه اللون الاصفر مش ظاهر، فحطيت كمان قطرتين على حسب طبعا ما انتي حابة درجة اللون تكون ايه. المهم انا وبقى بعجن فيها حسيت ان هي من الالوان انه سائل اللون، فابتدأت ان هي تطرى قوي معايا شوية، فانا ضفت لها ملعقة كده من الدقيق، ملعقة هرمية. تمام. نيجي بقى للون التاني، عملتهم كلهم في نفس البولة علشان كده عملت ترتيب الالوان ديت، يعني انا ما غسلتش البولة بعد الاصفر ولا اي حاجة. بصوا اهو لما باجي اعمل كده باللون بحس انها طريت، فببتدي ان انا احط لها ملعقة، بس انا هنا علشان ايه انجز بقى الفيديو قدامكم ما طولوش عليكم اكتر من كده، فكنت بسرع الفيديو بقص منه كتير في المونتاج. ده كده اللون التاني معايا. اللون التالت بقى انا هنا مش هحط له دقيق، امال هحط له ايه؟ كراميلا. انا هنا هحط له كاكاو، حطيت ملعقه كبيره بالشكل ده من الكاكاو الخام اللي هو بيبقى مر يا جماعه مش الكاكاو المحلى، وطبعا يفضل تستخدمي كاكاو نوعيته كويسه. انا هنا كنت مستخدمه كاكاو اسباني، وحطيت كده قطرتين او 3 من اللون الاحمر. طيب انتي كده يا كراميلا قلت لنا لو هي احتاجت دقيق ممكن نحط لها مع الالوان السايله اللي هي يعتبر بالطريقه شويه. طب بالنسبه لو بقى شققت معايا هعمل ايه؟ هضرب حبة زبدة بايديا او اللي هو بالملعقة يعني عادي مش بمضرب، وبعد كده ما تفتحي شوية ابتدي ان انا اضيفها عليها، لكن ما ينفعش اضيف الزبدة على طول او اضيف سمنة او اضيف زيت هتبوظ منك. بصوا بقى انا هنا كنت بوريكم قد ايه هي حلوة وطرية، وطبعا يا جماعة انا هنا اشتغلت على طول قدامكم، لكن انا قبلها ابتدأت ان انا اخد قطعة من كل لون وعلى صاج كده، وجربت ال3 الوان في 3 صوابع بس، صابع من كل لون كده ودخلتهم الفرن. خلاص لقيتهم كده حلوين، ما نفشوش قوي معايا، لأ تمام يعني نفشوا بس كده حاجة بسيطة، لكن كانوا حلوين خالص. بصوا بقى الطريقة دي بجد هتنجز قوي معاكي، وهي ان انا بلف رول كده كامل وبحاول ان انا الفه بنفس السمك كله يبقى نفس السمك، وابتدي كده اقطعه على صوابع، وبعدين اخد كل صابع واديله كده ايه برمة خفيفة كده علشان بس يتساوى معايا ويطلع جميل بالشكل ده. حاولوا يا جماعة ما تخنوش الصوابع قوي، لان كل ما كانت رفيعة كل ما بتبقى احلى. طبعا يعني ايديكي مش هتبقى ميزان، ولكن حاولي. بصوا بقى دي الطريقة التانية، لو مش هتعرفي تظبطي رول كامل فدي الطريقة التانية، باخد بس قطعة كده وما بين اصابعي بعملها على شكل صابع، وبسويها برضو على الرخامة او على البلانشة البلاستيك اللي انا كنت شغالة عليها دي، او على مفرش عجين سيليكون، اي حاجة انت بتشكلي عليها تكون كده ايه ناعمة ومش بتلزق. بصي بقى اهو بقى معايا الصابع جميل قوي ولذيذ. هنا بقى هعمل اللون البني، انا هعملها نفس الكلام بصراحة يا جماعة، انا الطريقة دي هي اللي انا معتمداها، بتسرع قوي معايا وبتنجز قوي في الوقت، وفي نفس الوقت بحاول ان انا اطلع صابعين او 3 او 4 كده نفس السمك، مفيش فرق كبير في سمكهم، فبتبقى معايا شبه انها متساوية شوية. لكن اللي هو بقى كل صابع لوحده لا بحس انها ما بتظبطش قوي. تمام زي ما احنا شايفين كده دي طريقة التشكيل. دخلتهم بقى على فرن مسخن مسبقا على درجة حرارة 180، بيقعدوا حوالي من ربع كده لتلت ساعة، ولكن بعد ال12 دقيقة برضو بصي عليهم علشان ايه ما يبوظوش منك. هي بتنفش حاجة بسيطة قوي زي ما انتوا شايفين كده، لكن لو فرشت منك كده في الفرن وبقت ديناصورات فاعرفي ان العجينة كانت محتاجة شوية صغيرين كده من الدقيق. دلوقتي بقى هنبتدي ان احنا نزينها، مفيش اسهل من كده، شوكولات ابيض عادي سيحتها على حمام مائي وجوز هند، بس
مفيش بعد كده يعني او اسهل من كده تزيين يا جماعة. بصوا على الطرفين كده، جميلة قوي. بس طبعا يعني نحاول ان احنا نخلص لون لون، علشان لو بصمت معاكي او نزل لون كده في الشوكليت ما يأثرش على اللون اللي وراه. بس انا هنا عشان حبيت اعمل كل واحدة كده من كل لون قدامكم، علشان بعدين طبعا هكمل الكلام ده لوحدي. بصوا اهو، دي كمان اللون اللبني او البيبي بلو. احنا هنا عملنا الاصفر وعملنا البيبي بلو وعملنا الريد فيلفت. الريد فيلفت اللي احنا حطينا ليه اللون الاحمر مع الكاكاو. لو انت عايزاه بني بس هيبقى كاكاو بس، لو عايزاه احمر بس طبعا هتحطي اللون الجل فقط، مش هتضيفي معاه كاكاو، هتضيفي عادي معاه دقيق. بصوا بقى دلوقتي هتحسوها عادية. بالفعل يا جماعة يعني شكلها بيظهر من بعد ما بنعمل الخطوط دي عليها بالشوكولاتة البيضاء. بصوا جميلة قوي بجد، رهيبة. يعني حاجة كده مختلفة جديدة. عايزة اقول لكم ان طعمها بيشبه لطعم الغريبة، الناس اللي بتحب الغريبة هتحبها. لكن الفكرة بقى اعتبروها غريبة بالزبدة و... وغريبة ملونة، وكمان غريبة بالشوكولاتة وجوز الهند. يعني في نكهات تانية متضافة كده عليها، لكن انا عايزة اقول لكم ان هي نعومتها بالفعل زي نعومة الغريبة. يعني حاولي كمان بالراحة جدًا عليها انتِ وبتسويها وانتِ وبتشيليها من على الصاج. بجد يا جماعة دايبة، دايبة، دايبة دوب، يعني جميلة أوي. والكمية هنا عملت معايا كمية حلوة وكبيرة، عملت معايا 93 قطعة. وعايزة أقول لِك لو قللتِ الحجم بتاع الصابع عن كده هيطلع معاكِ كمية أكبر. وكمان ميزتها يا جماعة إن هي مش بتوزن أوي. يعني إيه، يعني كتير، كتير، كتير أوي منها آآ تلاقيهم لأ، طلعوا ميزان قليل. ليه بقى؟ لأنها هشة فوق ما تتخيلي. لو طلعت تقيلة معاكِ ووزنت يبقى في حاجة غلط أنتِ عملتيها في العجينة، لإن بجد لأ، هي خفيفة أوي وهشة ولذيذة. شايفين القيود؟ متخيلين بقى دي تبقى مع الكحك بقى وتبقى مع الغريبة على الشيالة أو على طبق التقديم بتاعِك على العيد، حاجة بجد في منتهى الجمال. خطيرة يا جماعة، خطيرة. طبعًا واحدة بواحدة إيديكِ هتضبط وهتبقى أسهل بكتير في شغلها.